عندما نتحدث عن التحدث بمهارة، فإن أول شيء يجب أن نفكر فيه هو الثقة بالنفس. الثقة ليست مجرد شعور داخلي، بل هي إحساس يظهر في طريقة حديثك، في نبرة صوتك، وفي لغة جسدك. الشخص الذي يتحدث بثقة هو الشخص الذي يشعر أنه يستحق الاستماع. الثقة تأتي من التحضير الجيد والتمرين المستمر. عندما تكون مستعداً لموضوع حديثك، ستكون أكثر قدرة على التعبير عنه بوضوح. على سبيل المثال، إذا كنت ستتحدث في اجتماع أو محاضرة، قم بتحضير النقاط الرئيسية التي تريد مناقشتها، وتأكد من أنك تعرف الموضوع جيداً. عندما تتحدث عن شيء تعرفه، سيكون من السهل أن تكون واثقاً. كما يمكنك تدريب نفسك على الحديث أمام المرآة أو تسجيل صوتك والاستماع له لتحسن أدائك. كلما مارست التحدث، زادت ثقتك في نفسك. النقطة الثانية التي يجب أن نتحدث عنها هي نبرة الصوت. نبرة الصوت هي أداة قوية في التواصل. الشخص الذي يتحدث بنبرة قوية وواضحة يكون أكثر قدرة على جذب انتباه الآخرين. من الضروري أن تعرف كيف تتحكم في نبرة صوتك وتتنقل بها بين الهدوء والحماسة حسب الموضوع الذي تتناوله. إذا كنت تتحدث عن موضوع حساس أو محزن، حاول أن تكون نبرتك هادئة ومريحة. وإذا كنت تتحدث عن موضوع تحفيزي أو حماسي، يمكن أن تكون نبرتك أعلى وأسرع لتضفي طاقة على حديثك. نبرة الصوت هي التي ستحدد ما إذا كان المستمع سيشعر بالإثارة أو بالملل أثناء حديثك. اختيار الكلمات هو عنصر آخر مهم عند الحديث بمهارة. عندما تتحدث، لا تحتاج إلى استخدام كلمات معقدة أو مصطلحات فنية لترك انطباع جيد، بل يجب أن تختار كلمات بسيطة وواضحة تساعد الآخرين على فهمك بسهولة. الكلمات البسيطة والجميلة قادرة على إيصال الأفكار بشكل أسرع وأوضح. أيضاً، حاول أن تكون مباشراً في كلامك وتجنب الحشو الزائد. عندما تختار الكلمات المناسبة، يصبح حديثك أكثر تأثيراً ويصل إلى قلوب المستمعين. مثلاً، إذا كنت تخاطب مجموعة من الأشخاص حول موضوع معين، حاول أن تشرح أفكارك بشكل مختصر ودقيق، وابتعد عن الحديث الطويل الذي قد يسبب تشتت الانتباه. لغة الجسد هي أيضاً جزء مهم من التحدث بمهارة. طريقة جلوسك وحركاتك أثناء الحديث يمكن أن تعكس الكثير عن شخصيتك. حافظ على وضعية جسمك مستقيمة أثناء التحدث. تجنب إخفاء يديك أو التململ، لأن ذلك قد يعكس شعورك بالتوتر أو عدم الثقة. استخدم يديك بشكل معتدل أثناء التحدث لإضافة حيوية وجذب الانتباه. عندما تنظر إلى الشخص الذي تتحدث إليه مباشرة، فإنك تعطي انطباعاً بالاحترام والاهتمام. تواصل بصرياً مع المستمعين بشكل معتدل، فهذا يساعد في تعزيز التواصل مع الآخرين. واحدة من المهارات الأساسية في التحدث بمهارة هي القدرة على الاستماع الجيد. التحدث بمهارة لا يعني فقط التحدث بشكل جيد، بل يعني أيضاً أن تكون مستمعاً جيداً. عندما تستمع إلى الآخرين، فإنك تظهر لهم احترامك وتقديرك لما يقولون. الاستماع الجيد يمكن أن يساعدك على الرد بشكل مناسب وفهم وجهات نظر الآخرين. لا تقاطع الشخص الذي يتحدث، بل استمع له حتى ينتهي من كلامه، ثم عبر عن رأيك بهدوء. إذا كان لديك فكرة أو تعليق، حاول أن تظهر احترامك لآراء الآخرين أولاً، ثم أضف فكرتك بأسلوب مهذب. الاستماع الجيد يعزز من تواصلك مع الآخرين، ويجعلك أكثر قدرة على بناء علاقات قوية. أما التغلب على الخجل، فهو أمر مهم جداً في تطوير مهارتك في التحدث. إذا كنت شخصاً خجولاً، يمكنك التغلب على هذا الشعور بالتدريب المستمر. ابدأ بمواقف صغيرة مثل التحدث مع الأصدقاء أو أفراد العائلة. عندما تشعر بالراحة في هذه المواقف، يمكنك الانتقال تدريجياً إلى مواقف أكبر،
مثل التحدث أمام مجموعة من الناس. التمرين والتكرار هما مفتاح التخلص من الخجل. كما يمكنك استخدام تقنيات مثل التنفس العميق لتقليل التوتر قبل التحدث في أي موقف. من الأساليب الفعالة أيضاً في التحدث بمهارة هي استخدام الأسئلة لجذب الانتباه. بدلاً من إلقاء معلومات فقط، يمكنك أن تجعل حديثك تفاعلياً باستخدام الأسئلة. على سبيل المثال، بدلاً من قول "هذا هو الحل لهذا الموضوع", يمكنك أن تسأل "ما رأيكم في هذا الحل؟" أو "هل توافقون على هذا الرأي؟" بهذه الطريقة تجذب انتباه المستمعين وتشجعهم على التفكير والمشاركة في الحديث. وأخيراً، يجب أن يكون ختام الحديث قوياً. عندما تنهي حديثك، تأكد من أنك تلخص النقاط الأساسية التي تحدثت عنها. لا تترك المستمعين في حالة من الضياع أو الحيرة. قدم لهم فكرة واضحة ومفهومة عن الموضوع الذي ناقشته. يمكن أن تختتم حديثك أيضاً بسؤال مفتوح أو فكرة تدعو للتفكير في المستقبل. من المهم أن يكون الختام ملهماً، بحيث يظل في ذهن المستمعين بعد انتهاء حديثك.